السلام عليكم اخوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتما كتفرجوا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد وفيديو جديد. هاد النهار ان شاء الله غنشارك معكم الشباكيه رمضان، كتجي مجعبه وشاربه العسل، والعسل اللي ديجا حطيتها لكم في القناه. تبعوا معايا الطريقه على بركه الله. في الخلاط الكهربائي غادي ندير معلقه ديال النافع اللي محمر ومطحون ومغربل، معلقه صغيره من الملحه، معلقه كبيره من القرفه، كاس ونص ديال الججلان اللي محمر ومطحون، وكاس ونص ديال اللوز اللي محمر ومطحون. بالنسبه للكميه ديال اللوز والجلجلان داكشي كيبقى اختياري، انا درت كاس ونص بالنسبه للكيلو. كندير كاس الا ربع من الزيت، كندير كاس ديال العنبه ديال الزبده المذابه، وكنخلط المكونات مزيان ونرجع لكم. بالنسبه للخلطه اللي غنجمع بها الشباكيه، كندير نص كاس ديال الخل العادي مع كاس ديال المزهر وكاس الا ربع ديال المزهر، يعني مجموع جوج كيسان، ولكن الكاس الثاني كيكون غير الا ربع ماشي كاس عامر، مع ضمه ديال الزعفران. تقدروا ديروا زعفران الشعره، انا عندي غير هذا هو المتوفر، وغنديرهم فوق النار يسخنوا شويه باش نجمع بهم الشباكيه. هنا عندي كيلو ديال الدقيق اللي غربلته، هنا غربلت 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، وغنضيف عليهم ديك الخلطه اللي طحنت في الاول. غنضيفوا بحال اللي غادي تحاولوا ترملوا في هذه المرحله، ترملوا الطحين ديالكم بحال يترمل ويتشرب مزيان بديك الخلطه. وعاد غادي نجيبوا الماء نتاع المزهر والزعفران، وغادي نجمعوا الشباكيه ديالنا. هنا كانت الخلطه مازال ما تجمعت ليا، زدت لها غير شويه ديال الماء دافي، غير نص سقايه، سخنته شويه وبديت كنعجن به، يعني على حسب بما ما تجمعت لكم العجينه، حيت العجينه كما كتشوفوا كتجي شويه قاصحه. انا زدت غير شويه، انا ما زدتش بزاف، غير تقريبا نص كاس يمكن ديال العنبه ديال الماء صافي، وكنحاول نجمعها. هنا كنقطعها دواور، وكندير هذه الطريقه المعتاده، كنديروها على حسب المربع باش تجينا سهله فاش نبغيو ندوزوها في الماكينه. ومباشره من غنسالي بهذه العمليه غنبدا بالتشباك. شوفوا معايا الطريقه ديال التشباك ديالي معروفه، ما كنبدلهاش، واخا راه كاين طرق ما احسن، ولكن انا الحاجه اللي كتجيني سهله صافي كنعتمدها بلا ما نغير. هذه كتجي زوينه، وانا كندير واحد الجراره دابا تشوفوا هذيك الجراره راه كتنفع بزاف، يعني اللي يقدر يشريها راه كاينه في المغرب كتباع، خذوها راه تسهل لكم الاموريه حسن كاع، باش كلهم يجوكم يعني فورمه وحده ويجوكم يعني قياس واحد، تجي شباكيه متشابهه مع خوتها. هنا صافي من بعد ما بديت كندلك صافي بديت كندوزها في الماكينه كندير انا العبار 6. في الاول كندير عبار شويه 4 3، ولكن اخر عبار اللي كيجيني يعني مزيان بالنسبه ليا تجيني مزيانه الشباكيه هي 6، يعني ما كتجي رقيقه ما كتجي غليظه، هي هذيك صافي. مباشره كنبدي ندوز بديك الجراره، وكندير التشبيكه ديالي العاديه اللي هي ديال 5 ديال الشرائط، كندير 2 على 2، والخامسه كنقرصهم مع بعضياتهم وصافي كنقلب. هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي ساهله بسيطه، يعني اي واحد يقدر يديرها، المبتدئات تقدر ديرها. انا عاود معكم الطريقه الثانيه باش تشوفوا.
كنحاول نجبدها هكا شويه العجينه، راه ما كتقطع ما والو. هانتوما زوج على زوج، الخامسه كنقرصها مع اختها صافي وكنقلب. يعني كلشي راه واضح بالصوره، نتمنى تبان لكم كلشي مزيان صافي. وهنا انا نسالي الكميه اللي عندي كامله ونرجع لكم. هنا بالنسبه لطريقه الطهي، انا في الاول كنجهد النار حتى كنبدي نحط في الشباكيه، وغادي نقص المتوسط، يعني النار نديرها في النص ونخليها طيب على خاطرها باش ما تختف لياش الشباكيه. غير طيب ليا الشباكيه غنطفيوها في العسل اللي ديجا راني حضرته معكم في القناه، تقدروا تدخلوا تفرجوا الفيديو اللي قبل هذا ان شاء الله. هذا غينزل مور العسل، دخلوا تفرجوا له. بصراحه راه كيجي ساهل وفي الساعه اللي كديروه في الدار كيكون حسن، حاجه اللي تكون دايرينها على يديكم ماشي هي اللي تشريوها. المهم هنا غنكمل الكميه اللي عندي كلها، غنقليها ونطفيها في العسل ونرش عليها جلجلان، ونتلاقى معكم في الاخر.
المهم الشباكيه ديالي ها هي وجدات بصراحه، كتجي زوينه، كتجي شاربه العسل ومجعبه. نتمنى تعجبكم وتجربوها. بالنسبه للعسل انا كنخليها بصراحه كل 3 ديال القليات، كل 3 كنحطهم في العسل لمده ديال 3 دقائق 5 دقائق، كنخليهم كنطفي على البوطه ديال الزيت وكنخليهم يعني يشربوا العسل مزيان، عاد كنولي نكمل البقيه. لحقاش معروف عارفين ملي كتكون يدك يد وحده يعني خاصك ضروري توقفي وتعاودي تزيدي تعاودي توقفي، ماشي بحال ملي كل المعاونه، ولكن مزيان حتى هاد الطريقه احسن باش يعني حتى هما يشربوا العسل مزيان. المهم ديال الكميه اللي خرج لي تبارك الله خرجت لي الخير، راها كتجي بصراحه زوينه ومجعبه. في الثالثه كنصفها في السبيره وكنزيد عليها شويه ديال العسل شويه ديال الجرجله من الفوق صافي، وكدوز لكم رمضان. بصراحه راها كميه مزيانه بالنسبه لعائله صغيره، راها يعني تبارك الله راه الخير والبركه. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يعجبكم وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساونيش بلايك وتعليق زوين بحالكم، وتبقاو على خير.